الفيديو ده لأي راجل عايز يبقى نظيف وريحته حلوة. كل حاجة محتاج تعرفها عن نظافتك وريحتك والروتين اليومي والأسبوعي هنتكلم عنها النهاردة. مش بس كده، ده أنا هقترح لك منتجات كويسة أنا مجربها في مختلف الفئات السعرية، وهقول لك أهم الأخطاء اللي ما ينفعش تقع فيها لو عايز تبقى راجل نظيف. السلام عليكم، انا مصطفى وائل، والنظافه الشخصيه بكل تاكيد هي اهم حاجه بكلمك عنها على القناه. انت ممكن تلبس لبس عادي، ما تبقاش غني قوي، جسمك يبقى متوسط، ممكن تتساهل في حاجات كتير، لكن ما ينفعش ابدا تتساهل في نظافتك الشخصيه. لازم تاخد فيها امتياز وترتب على الدفعه كمان، وما تستناش لما حد يقول لك ان ريحتك وحشه عشان تاخد اكشن، لان ما حدش هيعمل كده. انت ممكن تسال اخوك او صديقك المقرب انا ريحتي وحشه او ريحه نفسي كويسه، ويتكسف يقول لك لا، يحرج انه يقول لك الحقيقه ويقول لك يا باشا انت راجل مش مان، بس تطلع للناس ينفروا منك ويبعدوا عنك وما تبقاش عارف ايه السبب. فيا ريت فيديو النهارده يبقى وقايه اكتر منه علاج، نمنع حدوث المشكله من الاول. هناخد الجسم جزء جزء، وبعد كده هديك روتين تمشي عليه كل يوم وكل اسبوع. نبدا من فوق خالص. اول حته في جسمك هي شعرك، ودي امرها بسيط. احنا مش بنتكلم عن ازاي تخلي شعرك ناعم او تخلي شعرك غزير، احنا بنتكلم عن النظافه، يعني بنتكلم عن الشامبو. الطريقه المثاليه لو هنتكلم في النظافه هي انك تستخدم الشامبو كل يوم، وبكده تضمن ان شعرك يبقى نظيف. بس للاسف الطريقه دي بتقلل الزيوت الطبيعيه في شعرك وبتقلل لمعانه وبتخلي تسريحه اصعب بكتير. فاحنا هنتساهل شويه في النقطه دي، وهنغسل شعرنا بالميه بس كل يوم، والشامبو مرتين في الاسبوع في الشتاء، ممكن توصل ل3 في فصل الصيف او لو انت بتتمرن كتير وبتعرق. احنا عايزين اقل عدد من مرات استخدام الشامبو يضمن لنا نظافه وريحه شعر كويسه. ابدا بمرتين في الاسبوع وجرب، مع الوقت هتعرف هل انت محتاج تزود ولا كفايه كده. نقطه تانية في الشعر هي ملهاش دعوه بالنظافه، بس بتدي احساس للناس انك نظيف، وهي انك تحلق شعر قفاك. لسبب لا اعلمه، لما بتشوف واحد شعر رقبته مهندم بتحس انه لسه مستحمي دلوقتي، والعكس تماما لو واحد بقاله 3 اسابيع ما راحش الحلاق وفي زيادات شعر في رقبته تحس انه مش نظيف قوي. عشان كده احنا عايزين مره واحده كل اسبوع تظبط قفاك، وده ليه طريقتين. الطريقه الاولى هي انك تشوف حلاق تحت بيتك، مش لازم يبقى شاطر خالص، شوف اكتر حلاق ملوش فيها عشان يبقى فاضي وما تستناش كتير. مفيش حد مش بيعرف يحدد شعر القفا، ده اسهل من الدقن 100 مره. كل اسبوع تروح للحلاق ده تقول له ظبط لي قفايا، وتدي له 5 جنيه او 10 جنيه بالكتير. لو قال لك قليله شوف حد غيره، الحوار ما بياخدش 3 دقايق على بعض. تاني طريقه هي انك تتشطر وتحلق لنفسك. الحوار مش صعب، بس محتاج ماكينه حلاقه ومرايتين. ممكن نعمل عنه فيديو قصير لو حابين، زي الفيديو اللي عملناه عن ازاي تحلق او تظبط دقنك في البيت، هسيبهولك هنا برضو لو حابب تشوفه. تاني جزء هو وشك، واكبر غلط كتير منكم بيعمله هو انه بيغسل وشه بالصابونه. الصابونه اللوكس او كامي اللي معموله عشان تغسل بيها ايديك مش المفروض تغسل بيها وشك. الصابونه دي بتنشف الزيوت اللي في وشك وبتسبب رد فعل من اتنين، يا اما وشك هينشف قوي وده هيساعد انه يقشف ويطلع له تجاعيد، يا اما وشك هيرد بانه يفرز دهون زياده عشان يعوض الجفاف ده، وبالتالي هيطلع لك حبوب. انت محتاج تستخدم غسول مخصص للوش، وكل بشره ليها نوع الغسول المناسب ليها. من غير تعقيد، ازاي تعرف نوع بشرتك؟ لو وشك على طول مزيت وحبوبك كتير تبقى بشرتك دهنيه، لو وشك على طول جاف وعندك تجاعيد تبقى بشرتك جافه، لو بين البنين تبقى بشرتك عاديه، ولو مناخيرك وورتك مزيتين وباقي وشك ناشف دي حاجه اسمها بشره مختلطه. وقبل ما تقوم تبص في المرايه وتعرف نوع بشرتك، اعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه، طبعا لو مهتم يوصل لك محتوى عن النظافه. زمان لو كنت متابع قديم كنت بنصحك تستخدم الغسول مرتين في اليوم، صبح وليل. دلوقتي بعد التجربه الشخصيه لفتره طويله ومقارنه النتائج وبرضه سماع اراء موافقه ومخالفه لناس كتير، انا شايف ان الطريقه المثاليه هي انك تغسل او تستخدم الغسول مره واحده في اليوم قبل ما تنام، وده لانك مش عايز بعد يوم طويل بعد كل البكتيريا والتراب اللي اتكوم على وشك انك تدخل تنام وتحط وشك على المخده بكل القرف ده، تنام على السرير 8 ساعات وتسيب الحاجات دي تبوظ لك وشك. طب ليه ما نستخدمش الغسول 3 أو 4 مرات في اليوم؟ ما احنا عايزين ننضف، لان زي ما قلت لك من شويه يا اما وشك هينشف قوي يا اما هيعمل رد فعل انه يزود الدهون قوي. طب هل ده معناه انك ما تغسلش وشك خالص خلال اليوم؟ لا، انا ما قلتش كده خالص. انا عايزك تغسل وشك كل ما تحس انك محتاج تغسله، بس بالميه. وانا شخصيا بغسل وشي الصبح كويس اول ما اصحى، وبغسل وشي بعد الجيم او اي تمرين، وكمان بغسله لو الجو حر شويه او حاسس ان وشي مزيت. ومش لازم تغسل كل حاجه، انا خدودي ناشفه بس مناخيري وقورتي مزيتين اكتر شويه، فممكن اركز عليهم في الغسيل. بالمناسبه الغسول اللي بستخدمه هو غسول ستارفيل، وهوريك ازاي تستخدمه صح. 1. اغسل ايدك كويس بالميه والصابون. 2. اغسل وشك بالميه او بل وشك بمعنى اصح. 3. حط عقله او عقله ونص من الغسول على ايدك. 4. افرك ايديك كويس. 5. وزع الغسول على وشك بحركات دائريه لمده دقيقه. 6. استنى كمان دقيقه. 7. اغسل وشك بالميه وتأكد انك شطفت الغسول كويس.
8 نشف وشك بالمناديل. نقطة تانية مهمة جدا جدا وناس كتير مش بتاخد بالها منها وهي كيس المخدة. وشك بيلمس كيس المخدة 8 ساعات كل يوم، فما ينفعش ما تهتمش بيه. انزل اشتري كام متر قماش وفصلهم اكياس مخدة صغيرة، مش لازم ملايات عشان ما تتغرمش، فصل اكياس مخدة بس. انا عايز يبقى عندك على الاقل 7 اكياس مخدة خاصين بيك انت. المطلوب منك انك تغير كيس المخدة كل يومين وتقلب المخدة بين اليومين. يعني لو يوم السبت نمت على المخدة، يوم الاحد قبل ما تنام تقلب المخدة، يوم الاثنين قبل ما تنام تغير كيس المخدة، طبعا كيس نظيف مش اللي كنت مستخدمه قبلها، وهكذا كل يومين تغير الكيس. ده كان وشك ككل. تعالى بقى نفصص من فوق لتحت. اولا عينك، ودي امرها سهل، وانت بتغسل وشك ركز انك تنظف المنطقه اللي جنب زاويه العين الداخليه، لان المنطقه دي بيتجمع فيها حاجات مش لطيفه وانت نايم. ثانيا مناخيرك، ودي فيها نقطتين. اول نقطه هي المخاط، كلمه نظيفه عشان الفيديو عن النظافه. لو بتصلي بانتظام يبقى اكيد بتتوضا 4 أو 5 مرات في اليوم. ركز كويس في الاستنشاق وتاكد انك بتفضي كل محتويات مناخيرك وبتنظفها كويس. لو عندك انفلونزا لازم يبقى معاك مناديل طول الوقت، كل ما تحس ان الدنيا هتسيب منك طلع منديلك ونف من غير ما تهين مناخيرك او تدعك فيها. احنا مش عايزين نحمرها، احنا عايزين ننظفها. تاني نقطه، ودي مش نظافه بشكل مباشر لكنها بتدي انطباع بالنظافه، وهي شعر مناخيرك. مش عايزك تجز الشعر، ده ليه وظيفه وبيحميك من الميكروبات. احنا عايزين نقص الاجزاء اللي طالعه بره مناخيرك عشان بتدي انطباع للناس انك مش نظيف حتى لو كنت مستحمي 7 مرات. طب هتعمل ده ازاي؟ في طريقتين. الاسهل هي عن طريق راس خاصه بشعر المناخير بتبقى موجوده مع بعض مكان الحلاقه، لو عندك طبعا استخدمها، لو مش عندك ممكن تجيب مقص صغير جدا وتقف قدام المرايه وتتعامل. تعالى نتطرف شويه ونتكلم عن الودان. مش هقول لك هات مكنه تنظيف الودان اللي ثمنها 1000 جنيه اللي فيها كاميرا، ومش عشان هي وحشه، لا خالص، انا لو غني كنت افكر اجيبها، بس انا مش هقول لك عليها عشان غاليه. وبرضه مش هقول لك تستخدم القطنه التخينه اللي بتتباع في الصيدليه لانها بترجع الشمع تاني جوه ودانك. استخدم الطريقه اللي استخدمها اجدادنا لالاف السنين، انك تجيب منديل وتبرمه واحده واحده وبرفق طلع الشمع لبره. ما تغرسش المنديل جوه، انا مش عايزك تلمس الطبله، لا شيل الشمع اللي بره بس. وكرر الموضوع ده قبل ما تنزل من البيت وخلاص على كده. وبرضه لو بتتوضا 4 أو 5 مرات في اليوم اكيد ودنك هتبقى انضف بكتير. ننزل تحت شويه وندخل على قصه وحوار كبير قوي وهي الفم، ودي هنطول فيها حبتين فحاول تركز معايا. روتين الفم بتاعك 4 خطوات هنعملهم صبح وليل. 1. اغسل بقك بغسول مخصص للفم زي ليسترين او اكوا دنت. 2. اغسل سنانك لمده دقيقتين، ممكن تعمل كده وانت ماسك الموبايل وانت بتتمشى في البيت، المهم انك تحاول تكمل دقيقتين. ما تشغلش بالك بحوارات الفرشه الالكتريك، لو انت مش فاحش الثراء استخدم الفرشه العاديه بس حاول تلتزم. 3. نظف لسانك، ودي نقطه مهمه جدا جدا وممكن يكون اهم سبب لريحه بقك بعد ما تصحى هو البكتيريا الموجوده على لسانك، فنضفه كويس. 4. ودي اختياريه مش لازم تعملها لو مش حابب، وهي الفلوسنج او خيط الاسنان، وانا مش بستخدمه كتير الفتره دي، ممكن لو باكل بس وفي بقايا اكل بين سناني، لكن غير كده مش لازم تستخدمه. لو عملت الكلام ده صبح وليل بقك هيبقى نظيف و100% وريحه نفسك كويسه. بس في عاده صغيره عايزك تتعود عليها هتفرق معاك جدا، وهي انك تاكل لبان بالنعناع. مش في اي وقت، مش عايزك تمشي تمضغ لبانه في الشارع، انا عايزك تمضغها قبل ما تنزل من البيت. يعني وانت بتلبس حط لبانه كولوريتس في بقك وامضغها لحد ما تنزل، وبكده تضمن ان ريحه بقك هتبقى حلوه، وعمرك ما تقع في موقف انك تكون بتتكلم مع حد وهو يمشي عشان مش مستحمل ريحه نفسك. لو عارف انك هتاكل بره البيت خد معاك لبانه احتياطي، تخلص اكل تحط لبانه في بقك تمضغ 5 دقائق كل حاجه بقت زي الفل، حتى لو واكل فحل بصل. اخر حته مهمه في نظافه وشك هي انك تحدد دقنك بانتظام، اتكلمت عنها من شويه مع تحديد القفا فمش هكرر تاني. تحديد الدقن ملهوش علاقه بالنظافه زي تحديد القفا، لكنه بيدي انطباع بالنظافه او انك لسه مستحمي. ننزل شويه ونروح على جسمك، واسهل واهم طريقه عشان جسمك يبقى نظيف هي انك تستحمى كتير. استحمى، لازم تستحمى. وعلى عكس الشائع الاستحمام مش محتاج كواليتي، الاستحمام محتاج كوانتيتي. انا مش فاكر اخر مره قعدت في الحمام اكتر من ربع ساعه. ليه بتطول قوي كده في الاستحمام؟ خلي هدفك انك تخلص كل حاجه في 5 دقائق، ومش لازم تغني جوه الحمام، عندك وقت غني براحتك، استحمى في البانيو، بس انا عايزك تستحمى اكتر من مره في اليوم، على الاقل خالص مره اول ما تصحى الصبح ومره بعد ما تخلص اي تمرين. وارجوك ما تنزلش من البيت من غير ما تستحمى مهما كان السبب، الا لو في حريقه في البيت او العماره بتقع. انا مش عارف انت طايق نفسك ازاي. انا عارف انك بتحب الليفه، كلنا بنحبها، بس استخدمها مره واحده في اليوم، مش محتاج اكتر من كده. وبما ان اهم من الاستحمام تظبيط الاستحمام، ففي كام نقطه في جسمك مش بتديهم اهتمام كافي وانت بتستحمى، اتكلمت عنهم في فيديو قبل كده هسيبه لك تحت في الوصف. نقطه اخيره في الاستحمام، ما تنشفش وشك بنفس الفوطه اللي بتنشف بيها جسمك، خلي عندك فوط صغيره جدا عشان تقدر تجيب منها عدد كبير وما تكلفكش، وتخصص الفوط دي لتنظيف الوش. مش عايز ممكن ما تنشفوش بفوطه خالص وتنشفه بمناديل، وده اللي انا شخصيا بعمله. وفي كل الحالات نشف وشك بالراحه
بالراحه وبلاش تفرك جامد عشان بشرتك ما تتبهدلش. طب سؤال، تستحمى بايه؟ هنا عندك اختيارين، الاختيار التقليدي وهو الصابون وده كويس وما فيهوش مشكله لكنه متعب شويه، والاختيار الثاني هو الشاور جيل، بتحط منه شويه على ايدك توزعه على جسمك خصوصا الاماكن اللي فيها شعر عشان بترخي، توزعه على باقي الجسم، تشطف بالميه وخلاص على كده. وده اللي انا شخصيا بعمله. انا بستخدم جيل اسمه بريليانت تاتش بريحه الخوخ، وكده كده مفيش فرق كبير بين الانواع، انا بس بحب ريحته. تعال بقى نتكلم عن الشعر، مش بتكلم عن الشعر ده، بتكلم عن شعر الجسم. في مكانين في جسمك لازم تحلق الشعر فيهم بانتظام، ويا ريت يبقى كل 10 ايام لاسبوعين بالكتير. المكانين دول هم تحت باطك ومنطقه العانه. احسن طريقه تحلق بيها في رايي هي المكنه الكهرباء، بتنجز بسرعه جدا ومش بتحرق ولا بتشكشك، ولو ملتزم بالحلاقه كل 10 ايام الموضوع مش هياخد منك 10 دقائق بالكتير. طبعا 10 ايام ده مش رقم اجباري وهيتغير على حسب جسمك وسرعه نمو الشعر عندك، فعدل فيه بالمناسب ليك. في مناطق تانية في جسمك ممكن تحلقها لو حابب. في ناس كتير على يوتيوب بيتكلموا عن حلاقه شعر المؤخره وان ده حلو عشان يقلل البكتيريا وريحه العرق و انت حر، عايز تحلقه او ما تحلقوش ده اختيارك. وعموما لو الشعر مسبب لك ريحه او مشكله عرق زياده فمفيش مشكله انك تخففه بالمكنه، سواء كان في صدرك او بطنك او اي مكان تاني في جسمك. انا شخصيا ساعات في فصل الصيف بخفف شعر صدري بالمكنه عشان خاطر الحر والعرق. بعد كده عندنا منطقه تحت الباط، اشهر منطقه بتسبب عرق وريحه مش كويسه. احلق بانتظام زي ما قلنا وحط مزيل عرق قبل ما تنزل من البيت، وايا كان المنتج اللي هتستخدمه فمزيل عرق بيتحط بعد الاستحمام او على الاقل بعد ما تغسل تحت باطك وتنشفه كويس. ننزل شويه ونوصل للايد، ودي هتحتاج فيها حاجتين. رقم واحد، كل ما ترجع من بره البيت لازم تغسلها بميه وصابون، ما دام عتبت بره باب بيتكم يبقى تغسل بالصابونه، بكده هتريح نفسك من كميه عدوى وبكتيريا كانت هتعمل لك مشاكل مقرفه. اتنين، الضوافر، لازم تقص ضوافرك بانتظام كلها، ما تسيبش ولا ضفر ولا حتى الصباع الصغير، ويفضل انك تخلي ليك جدول، يعني يوم محدد تقص فيه ضوافرك، مش تتفاجئ وانت ماشي في الشارع وتبص على ايدك ان ضوافرك طويله. بلاش تضطر تقرقط ضوافرك في الشارع. تقص ضوافرك كل قد ايه دي بتختلف من شخص للتاني، في ناس ضوافرها بتطول بسرعه وفي ناس بتاخد وقت، فانت محتاج تراقب ضوافرك وتشوف محتاج تقصها كل قد ايه، كل يوم جمعه ولا كل 10 ايام، يعني يوم 1 ويوم 11 ويوم 21 في الشهر، ولا كل قد ايه بالظبط، هتختلف من شخص للتاني. ننزل كمان شويه ونوصل للمناطق الحساسه واقول التفاصيل الزياده بس عن الاستحمام. واحد، لازم تنظف كويس جدا بعد الحمام، دي الكل عارفها وبيعملها الحمد لله، بس الناس كتير مش بتعملها. هي رقم 2، انك لازم تنشف كويس جدا بعد الحمام، فوطه مخصوص، مناديل حمام، اختار الطريقه اللي تناسبك. المهم انك لما تطلع من الحمام ما يبقاش فيه نقطه ميه او جزء مبلول لا في جسمك ولا في ملابسك الداخليه. البلل ده او الرطوبه بتبقى بيئه خصبه للفطريات اللي هتخلي ريحتك مش كويسه وممكن تعمل لك مشاكل صحيه. 3، لازم تغير البوكسر بتاعك على الاقل مره في اليوم، ولو احنا في فصل الصيف او بتعرق كتير خليهم مرتين. رقم 4 ودي اختياريه لو المنطقه دي ريحتها مش كويسه او بتعرق فيها كتير، وهي انك تحط مزيل عرق بعد الاستحمام. طبعا ده هيتطلب انك تجيب رول مخصوص للمنطقه دي او ترش مزيل عرق سبراي. طيب هل في نوع معين مناسب اكتر للمنطقه؟ في انواع كتير بيكون مكتوب عليها كده، بس الحقيقه ده كله كلام تجاري وكله نفس المنتج فمش هتفرق. ننزل شويه كمان ونوصل للرجل من تحت او القدم، ودي هنعلق فيها على 4 نقاط. 1، اغسل رجلك بانتظام. لو انت مسلم فانت هتغسل رجلك من 4 ل 5 مرات في اليوم، بس لو مش مسلم برضه حاول تغسل رجلك بانتظام، مش لازم وانت بتستحمى، لا اغسل اكتر خلال اليوم. يعني لو نزلت من البيت ومش عايز تستحمى على الاقل اغسل رجلك كويس. النصيحه دي مهمه جدا لو انت بتنزل من البيت بشبشب او بتشتغل في مستشفى وبتلبس كروكس زيي. 2، الشراب، لو مش بتلبس شراب لازم تلبس، لو عشان الروشنه وانك تبين رجلك البس شراب قصير او سيكريت، موجود في كل مكان وارخص من الشراب العادي. شرابك زي ملابسك الداخليه ما ينفعش يتلبس غير مره واحده، ما دام نزلت من البيت ورجعت يبقى الشراب مكانه باسكت الغسيل، ما تلبسش نفس الشراب مرتين. 3، بودره القدم او بودره الكوتشي، ودي مش لازم دايما تستخدمها، يعني لو رجلك ريحتها كويسه او ما عندكش اي مشكله مع ريحه الاحذيه بتاعتك ممكن ما تستخدمهاش، غير كده يبقى استخدم اي بودره قدم زي بيور او ايفا فوت. 4، ودي ناس كتير بتنساها، وهي انك تقص ضوافر رجلك، من ناحيه عشان النظافه ومن ناحيه تاني عشان شراباتك ما تتقطعش. طبعا معدل القص مش هيبقى زي الايد لان ضوافر الرجل مش بتطول بنفس السرعه، لكن ممكن تخلي ليك يوم ثابت كل شهر تقص فيه ضوافرك، يعني مثلا يوم 1 كل شهر بقص ضوافر رجلي. كده خلصنا اجزاء الجسم. نتكلم بقى في كام نقطه سيستميك او تخص الجسم كله، واول نقطه هي العرق. في اكل معين بيخلي ريحه العرق وحشه، والتاثير ده مش بيحصل مع كل الناس، يعني ممكن حد ياكل كميه بصل كبيره وتبقى ريحه عرقه مقبوله لانه اساسا مش بيعرق كتير، لكن لما انت تاكل بصله واحده تحس ان ريحه عرقك بقت لا تطاق. Yeah, no, I'm fine. I always react this way to spicy food. فلو عندك مشكله مع ريحه العرق حاول تتجنب البصل والثوم والتوابل وتشرب ميه كتير عشان تخفف العرق بتاعك. لعلمك البصل والثوم مش بس بيخلوا ريحه عرقك صعبه، دول كمان بيخلوا ريحه بقك لا تطاق، لدرجه ان في حديث بيقول عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اكل الثوم والبصل والكراث فلا يقربن مسجدنا فان الملائكه تتاذى مما يتاذى منه بنو ادم.
كده مش باقي غير الروتين اللي هتمشي عليه. وقبل الروتين في كام ملحوظه صغيره عايز انبه عليها عشان ما ننساهاش. واحد، الوقايه خير من العلاج. مش لازم تستنى ريحتك تطلع والدنيا تضرب عشان تبدا تهتم بنظافتك. اتنين، الماديات الضعيفه مش مبرر لقله النظافه. اعمل الاساسيات على قد فلوسك. استحمام كتير وصابونه وفرشه سنان هتاخد 80% من الفايده باقل التكاليف. وارخص مقص هيقابلك تقص بيه ضوافرك وشعر تحت باطك والعانه. مش لازم تجيب مكنه براون عشان تحلق شعر جسمك يا راجل يا مضحك. ثلاثة، احنا عايزين نصلح مش عايزين نداري. البرفان مش بديل عن النظافه. البرفان طبعا ممكن يخلي ريحتك كويسه لكنه مش هيداري الريحه الوحشه. خليها قاعده عندك، ان ريحتك تبقى حلوه مهم، بس ان ريحتك ما تبقاش وحشه هو الاهم. ندخل على الروتين وهنقسمه لروتين يومي، روتين اسبوعي، وروتين شهري. الروتين اليومي بيبدا اول ما تصحى الصبح، بتغسل بقك بالغسول وتغسل سنانك ولسانك وتغسل وشك بالميه، بتدخل تستحمى وتحط مزيل عرق وتغير هدومك الداخليه، ولو دقنك بتطول بسرعه يبقى هتحلقها او تحددها. بعد كده لو رحت تتمرن او نزلت من البيت او عرقت او فرهطت بتروح تستحمى وتغير هدومك الداخليه. بالليل قبل ما تنام تغسل وشك بالغسول وتغسل سنانك وتغير كيس المخده. الكلام ده هيتعمل كل يوم بلا استثناء. بعد كده عندنا الروتين الاسبوعي، حاجات بتعملها مره واحده في الاسبوع في اي يوم من اختيارك، واللي غالبا هيبقى يوم الجمعه. واحد، هتشيك على شعر تحت الابط او منطقه العانه، لو طويل هتحلقه، لو لسه قصير سيبه للجمعه الجايه. اتنين، هتقص ضوافرك، ولو انت من الناس اللي ضوافرها بتطول ببطء شديد هتستنى للجمعه الجايه. ثلاثة، استحمى بالشامبو، يعني نظف شعرك كويس جدا وركز على فروه الراس وادعك فيها كويس عشان تشيل اي زيوت متراكمه ممكن تكون قافله المسام. أربعة، احلق شعر قفاك، لو مش عايز تعمل ده في البيت ممكن تعمله عند اي حلاق في 3 دقايق وب5 جنيه زي ما قلنا. خمسة، شيك على شعر مناخيرك، لو في شعرايه بارزه او طالعه لبره وتقدر تقصها اعمل ده. 6، اغسل اكياس المخده والشرابات والملابس الداخليه اللي استخدمتها خلال الاسبوع. اخيرا الروتين الشهري، او الحاجات اللي محتاج تعملها يوم واحد في الشهر. اولا تتاكد ان كل المنتجات اللي بتستخدمها موجوده في البيت، ولو قربت تخلص هات منها تاني. اعمل ده دلوقتي وانت لسه قابض بدل ما الصابون يخلص في نص الشهر وما تعرفش تجيب بداله. ثانيا، قص ضوافر رجلك، مش عارف انت زيي ولا لا بس انا ضوافر رجلي بتطول ببطء شديد جدا وممكن بعد شهر ما تكونش لسه طولت كفايه ان اقدر اقصها. المهم انك ما تنساهاش عشان مهمه. بس كده، ده كان المطلوب منك عشان تبقى انضف رجل في العالم. في ناس هتزود بادي سبلاش ومكساج ودوبلاج، بس الغالبيه العظمى من الرجاله مش هتحتاج الكلام ده، وفيديو النهارده يعتبر شامل بالنسبه ليهم. لو شايف اني نسيت حاجه اكتبها لي في الكومنتات عشان كل الناس تستفيد، وما تنساش طبعا تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه عشان يوصلك اي جديد. هسيب لك دلوقتي فيديو تاني تشوفه وممكن تستفيد منه برضه. شكرا لحسن استماعكم، السلام عليكم.